السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاتكم اليوم بشرح بسيط على سيت الريجي. شرح عليه كيفية عزف أغاني ريجي على أورج اندرويد. موضوع سهل وبسيط يا شباب، ما يستحقش. الريجي أسهل من المرسكاوي. الريجي يعتمد على كوردات مش على كتيرية عزف. يعني لو عندك كوردات تقدر تعزف وانت مستريح. أغلبية أغاني الريجي طبقتين فقط، مستخدمش فيها هلبة زي المرسكاوي. احنا عندنا مقام سيكا مقامات، لكن احنا مقام عشم استخدم شوية. احنا عندنا مقام بياتي على الريجي، عندنا شوية مقامات عربية وشرقية على الريجي. ما عندناش زي المرسكاوي الناس مهلبة زي العوانزي، لا مستحيل. أغاني الريجي تعزفهم يعني هم أصولهم البوب مارلي، يعني أصولهم كلهم عجم، أغاني أجنبية مش شور نحن. لكن الريجي احنا قلنا بنديروا لكم ريجي ليبي بما ان احنا نحبوا الريجي، تو نبغى نستخدم أغاني الريجي على مقام البياتي. نعلمكم كيف تعزفوا عليه. الموضوع زي ما قلت لكم سهل يا شباب، كل ما عليك انك انت تختار السيت اللي انت تبيه. عندنا سيتات هلبة ريجي، وعندنا سيتات مرسكاوي، وعندنا سيتات تكونها من ايقاعات مسجلة. نبغى ناخذوا ايقاع ماشي بالكوردات، يعني ايقاع من غير كوردات مستحيل تعزف بيه ريجي. فهمتوا شباب؟ لو المرسكاوي نقدر نعزفه بيه من غير كوردات. تقدر تعزف دربوكة ودف واكورديون عادي، يعني مش مشكلة، ما يأثرش عليك. لكن بالنسبة للكوردات هذا العمود الرئيسي لشني؟ لتلحين او حلاوة الاغنية. فهمتوا كيف ولا؟ بالذات في اغاني الريجي، لان اغاني الريجي شوفوا مثلا زي الايقاع هذا ما فيش شي متعة لو ما فيش شي كوردات. اسمعوا، اسمعوا كيف انت مخليه من غير كوردات. ما فيش شي متعة تو نديروا الكوردات. تمام شباب، هذه أول قاعدة، لازم يكونوا فيه كوردات في الإيقاع. تاني قاعدة إنك أنت تختار الأغنية لما تبي تعزفها خذ لها إيقاعها المفضل، ما تاخذش أي إيقاع. يعني مثلا أغنية تجيك يوم ما تقدرش تاخذها الإيقاع هذا. استنوا، أو الإيقاع هذا، يعني خذ لها إيقاع يمشي معها. مش الأغنية أو المعزوفة اللي تبي تعزفها تجي تمام تمام. فهمتوا قصدي؟ قد السمع اللي بيسمع المستمع اللي أنت بتسمع الأغنية، باش ما يقول لكش إن في أخطاء وأنت ما تعرفش تعزف وأنت كذا كذا. لأن الإيقاع أولا شباب، الإيقاع يحسن من عزفك لو أنت ما تعرفش تعزف. ثاني الكوردات يغطوا على عزفك لو أنت ما تعرفش تعزف. ثالثا اختيار الإيقاع هذا لازم يكون عليه مستوى الأغنية، مش سريع مش بطيء ومش متوسط ومش فصل ضم هلبة وما فصلش كريسات هلبة. زي تو قصدي أعرفوا كيف تختار الإيقاع. زي مثلا أغنيتي المهم أغاني السريعة زي من ضاع من عمري سنين، أغنية بسرعة تعزفها هذه تاخذ لها إيقاع مثلا زي أغاني عبد الستار ما تاخذ لهم إيقاع بسرعة هيك.
هاد تقدر تاخذ لها أغنية ضاع من عمري سنين. فهمتوا علي يا شباب ولا؟ وأغاني التانية البطيئة اللي هي تبدأ بكورد بطيء جدا زي هذا. تمام شباب. طريقة عزف أغاني الريجي لازم أنت تاخذ السيت اللي بتعزف عليه في لنا بالنسبة للأورج، ما نحكيش بالنسبة بشكل عام بصفة عامة. بالنسبة للأورج الأندرويد لازم تختار السيت اللي أنت تبي تعزف عليه. في زوز سيتات مضمونات ومية في المية ننصحكم بيهم يا شباب، هما في هلبة سيتات لكن زوز السيتات ما نحب نعزف عليهم أنا. السيت الأول تلقوه اسمه ريجي، ندير له في تحديثات فصل قريب يجي 12 ايقاع او 13 ايقاع. هذم الايقاعات الاولاد هذم بيكونوا يعني مسجلات بالكورد اللي بيعزف، تقدر تعزف كورد تتحكم فيه تحكم الكورد متاعهم. اما بالنسبه للتانيات من هنا ابدا زي توا وبرا، يعني كورد ثابت وانت تعزف بترانسبوس معين، فهمتوا؟ يعني مثلا هذا ترانسبوسها على الخمسة. بالنسبة لدرجة العزف لما تكون لا ترانسبوسها 5 وترانسبوسها 0 لما تعزف على درجة الري. تمام، هذه حاجة. لما يكون الإيقاع مسجل تعدل ترانسبوس قبل ولما تمام، ولما يكون الإيقاع ماشي بالكورد مش مشكلة ترانسبوس، أهم شيء يكون عزفك صحيح وتمام. خلاص ناخذ مثلا إيقاع ونعزف عليه أغنية ريجي. تمام، نقولكم كيف تعزفوا أغنية الريجي. ناخذ مثلا اثنين ترانسبوز بتاع اثنين. تمام، شوف كيف تعزف ريجي انت تو. هذا ايقاع مسجل بكورد ثابت ترانسبوز بتاع اثنين وتعزف من درجة اللا. تمام، انت تو تبي تعزف اغنية ريجي مثلا نعزفوه على مقام البياتي. مقام البياتي شباب في مسابقة قلنا لكم انه يكون يا المي سالب 50 والسي سالب 50، يا بتكون فا دييز سالب 50 والسي سالب 50. بهي امتى تكون الفا دييز سالب 50 والسي سالب 50؟ في حال تعزف على اللا. بهي لما تعزف على اللا وامتى تكون سالب 50 المي وسالب 50 السي؟ في حال تعزف عليه الري والترانسبوس يكون سالب 3. وامتى يكون قلنا احنا فا دييز سالب 50 لما تعزف عليه لا. تمام، نبغوا ناسبوا أغنية يا يضيق العلم. تمام، بالريجي ناسبوا مثلا أغنية شرقية مرسكوية ناسبوها ريجي. شوفوا معايا.
تمام شباب، لحظة لحظة، تو إحنا نديروا أغنية بطيئة، بطيئة العزف. تمام، بنمشي لكم كيف تعزفوا وكيف ترسوا على الفل. أهو اللي هو الفل اللي يقولوا له، اللي يقولوا له فصلة وتزيينة تزيينة الإيقاع. باهي تزيينة الفصلة متاع الإيقاع، باش تو مثلا الناس فهمتوها كيف ولا الفصلة هي. هذه يقولوا له الفصلة متاع الإيقاع، التلحين الإيقاع وتزيينه. تمام شباب، هذا بالنسبة لأغاني البياتي اللي هم عبارة عن أغاني مرسكاوي محاولات لريجي. تو احنا نبغوا نعزفوا ريجي رئيسي، يعني بمقام العجل زي توك، ما فيش تشريقات في الدوسات أو النوتات متاع المفاتيح. تمام، شنو الأغنية اللي نبغوا نعزفوها احنا توا؟ مثلا أغنية جي تي آر. لاحظتوا في خطأ يا شباب ولا في العزف؟ ليش الخطأ؟ هو انك انت لازم تعدل ترانسبوز، لان الايقاع اللي احنا نعزفوا به او الايقاع الكورد اللي احنا نعزفوا به ثابت، مستحيل نتحكموا فيه. فشوفوا شو بندير، يعني بنتحكم في الترانسبوز لين تعطيني الايقاع، لين يعطيني الكورد المضبوط. هيا ركزوا. تمام شباب، ناخذ توا السيت تاني، سيت نقدروا نتحكموا به في الكوردات نتاعاتها، ونعزفوا ونشوفوا الفرق بين السيت هذاك والسيت هذا، بين الايقاع الكورد الثابت وايقاع الكورد المتحكم فيه او المتغير. تمام، شوفوا الكوردات. هو بالنسبه للسيت هذا الكوردات نتاع متحركات، خلينا نديروا درام ميوت باش نسكروا الايقاع اللي هو درامس، ونخلوا الكورد فقط. باهي شوفوا معي. شفتوا يا شباب ولا؟ هذا بالنسبة لما يكون الكوردات تقدر تتحكم فيهم، يسهل عليك العزف هلبة هلبة. هنا ركزوا معي يا شباب، باهي ركزوا معي في الدرامز كيف انا متحكم فيه. خلينا نلغي الكورد شوية شوية، لحظة. لازم تحفظوا الفصلة يا شباب، الفصلة اللي هي الفيلينج هي لازم تحفظوها. هي الفصلة قديش طولها؟ 1 2
3 4 ابدا. فهمتوها كيف ولا؟ عدوا 4 مرات هيك زي توا. 3 4 ابدا المعزوفة. مجرد ما تنتهي هي ابدا المعزوفة زي تو. مثلا اشبه كيف ناس هو مثلا آه عندي عادي ما عاد يفرق شيء مثلا هيك باهي بلغة البيات يا اسمعوا انت بنعزف انا. توا فهمتها انت تنعزف ولا اسمعوا. ما عادي يفرق شيء، عادي عادي اسوى نموت والله نعيش بعد مرادي، ما عادي يفرق شيء. مرة تانية عادي عادي. فهمتوها كيف ولا؟ لازم انت تمشاها على رتم الأغنية، ما تعزفش يعني ما تعزفهاش هيك مثلا هيك. ما تعزفهاش في النص اللي انت تعزف فيه مثلا عندي عادي ما عادي يفرق شيء، عادي ما تمشيش هيك. لازم يكون عادي عادي سوى نموت والله نعيش بعد مرادي، لا 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 وعادي عادي من جديد. فهمتوا كيف ولا؟ وهكذا الاغاني كلهم. غير انا خديت لكم مثال على الاغنيه هذه بس. مثلا اغاني اغاني الريجي الرسميه اللي هم مثلا هم يعني والله ما حافظ هلبا ريجي، لكن شوف مثلا حب 16 عارفه أغنية تجيك يوم تبغى تتعلموها كيف، نوريكم طريقة العزف متاعها. غناها حتى عبد الستار هو. طريقة العزف ما تكونش فيه تشريقة بكل في النوتات، تخش على الكيو تي هادي وتنقل تشريقات. باهي درجة العزف تبدأ من مي. باهي حلاوته لما يكون في الكورة. تمام. الأغنية هذه تو نعلمها لكم يا شباب واحدة واحدة، ركزوا معي ونقول لكم كيف تعزفوها ريجي. هذه أول حاجة لازم تاخذوا لها لحن، لازم تاخذوا لها لحن ريجي تقدر تتحكم في كورداتها. الايقاع متاعها بيكون بكوردات متحكمه. تمام. لازم تكون انت مثلا متحكم هيك. تمام. صبع واحد تقدر تعزف بالكوردات هما. درجة العزف ما فيش درجة معينة، لكن تقدر تبدأ من مي لأنه هو كورد انت تقدر تتحكم به. فهمتوا؟ وبالنسبة للمفاتيح العزف اللي هما مي صول سي لا. فهي وعندك فا دييز، عندك شنو تاني ري دو. تمام. بعد تاني الصول، بعد تاني الفا دييز مرة تانية وتنزل المي ري دو سي صول فا دييز مي. زيدوا ركزوا معايا. طب نبداها بإيقاع بطيء جدا. ها نبداها مثلا هيك. واحد
عرفتوهم شباب، عرفتوهم تتنازف انت نحط الفيلينج، شنو هم المفاتيح، درجة العزف، الإيقاع اللي تاخدوه، فهمتوا هذا كله. فتو نبوا نسرعوا الأغنية نشوفوا كيف تجي معانا.